الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله على نبينا الكريم. وبعد، فإننا في تنظيم القاعدة نعلن عن تبنينا لهذه العملية الفدائية المباركة، والتي قادها 40 مجاهدا مهاجرين وأنصار من بلاد إسلامية شتى، بل وحتى من بلاد الغرب، باسم الموقعون بالدماء، عاهدوا الله على النصر ورد الكرامة أو الشهادة والجنة. هذه الكتيبة التي أسسناها دفاعا عن أرضنا وأعراضنا، التي تآمرت عليها فرنسة الصليبية مع رأس نظام الحكم في الجزائر، الذي أهان كرامة وتضحيات هذا الشعب الأبي، ودماء 1.5 مليون من الشهداء، ودماء 1.5 مليون من شهدائه الأبرار، بسماحه لمحتل الأمس باستعمال أرضنا وأجوائنا لقتل أهلنا وإخواننا في مالي. ونحن على استعداد للتفاوض مع الدول الغربية والنظام الجزائري بشرط توقيف العدوان والقصف على الشعب المالي المسلم، خصوصا إقليم أزواد، واحترام خياره في تحكيم الشريعة الإسلامية على أرضه. أما للأمريكيين فنقول إننا على استعداد لمبادلة جميع رهائنكم عندنا مقابل إطلاق سراح الشيخ والعالم الصابر عمر عبد الرحمن، وإرجاعه لأهله ودويه بمصر، ولو كان لنا 1000 منكم لفديناه بهم، وفاء لعلمه وهجرته وجهاده. وأختنا الصابرة عافية صديقي فرج الله كربتها، والله غالب على أمره، والعزة لله ولرسوله وللمؤمنين.